السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ ايوا كنتمنى لكم تكونوا بخير. اليوم جيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي في الزعلوك. كيجي زوين بزاف، ما تشبعوش منه غير جربوا هذه الطريقه. هذه الطريقه ديال الكوكوط، حنا عارفين الطريقه اللي زوينه هي انك تشوي الدنجال وداكشي، ولكن غير جربوا هذه الطريقه راه ما غتبقاوش تستغنوا عليها. يلا ندوزو نشوفوا مراحل التحضير. غتاخد هي لاله واحد 3 ديال الدنجالات كبار ولا 2 كبار، غنقيوهم ومن بعد نقطعوهم رقيق بحال هكا. في الكوكوط غناخدو واحد المطيشه غنقطعوها، وغناخدو واحد 4 ديال الضريسات ديال الثوم غنحكوهم في حكاكه رقيقه. غنزيدو زيت بلديه، غنديرو هادشي يتشحر مزيان. غنديرو الملح حسب الذوق. غندير التحميره، ما كنديرش العطريه بزاف، غير الملحه والتحميره وشويه كمون، غير راس المعلقه، حيت الا كثرتو كيجي مر. خديت هنا واحد الفلفله حاره قطعتها، بالحق درت غير نصها باش ما تجيش حاره بزاف، ولكن راه كتعطي واحد اللذه ما نقولش لكم يا البنات. كنشحرها حتى هي مع داكشي. واحد الطريف ديال الحامض مصير كنقطعوه بحال هكا. واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك حتى هي نزيدوها ونشحروا مزيان. داكشي البنات السر في هذا الزعلوك باش يجيكم زوين، انكم لازم تشحروا داكشي مزيان مزيان. كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق. نزيد واحد شويه الماء، غير شي لقيطات ديال الماء باش داكشي ما يتحرقش. ودابا غندير هذيك الكميه ديال الدنجال اللي عندي كنديرو في الكوكوط. وكنخلطوا داكشي مزيان كما قلت لكم، السر هو في التخلاط والجلاط. هنا كنزيد واحد الكاس ديال الماء صغير، ضروري تزيدوا الماء. كاينين شي بنات ما كيديروش الماء، ولكن ديروا الماء باش كيجي مزيان.
ودابا غنسد الكوكوط، غندير الصفاره وغنخلي حتى الصفاره تصفر، عاد غنحسب 10 دقائق. ودابا غنوريكم العافيه كيفاش خصها تكون مهيله البنات. هانتوما شوفوا العافيه ناقصه، مازال غنزيد نقص وصافي. دابا غنخليو 10 دقائق كما قلت لكم. ملي غتصفر الصفاره نحسب 10 دقائق ونرجع معاكم. دابا من بعد ما دازت هذيك 10 دقائق انا حليت الكوكوط، هانتوما كتشوفوا كيطيب مزيان وزعما طريقه ساهله، ما كتحتاجش لا قوه الماعن لا قوه التماره، كتكون مزروبه دغيا دغيا كتوجديه وكيجي بنين الصراحه. دابا لقيت باقي فيه شي شويه الماء، دابا نخليه نجهد ليه البوطه ونخليه حتى ينشف مزيان مزيان. وكنبقى نمعك بهاد المعلقه ديال الخشب، ضروري كنمعكوه بحال هكايا باش كيذوب داك الدنجال. نزيدو واحد شويه ديال زيت البلديه. وها النتيجه البنات، ها هو دابا من بعد ما طاب هانتوما كما كتشوفوا كيجي شهوه منه. غير جربوه، ما تنساوش لي عافاكم اللايك والبارطاج. الله يجازيكم بخير اللي دارت لي اللايك والبارطاج، بغيت ربي يسهل عليها ويعطيها ما سمنات في خاطرها. يلا بسلام عليكم.